الاكل ده نعمه من نعم ربنا، لذة من لذائذ الحياه الكبرى. انا مش عارف الحقيقه دي كانت غايبه عني ازاي. مش مهم تاكل غالي او رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. انا مستعد اعمل لك طبق فول مجمش اطعم والذ من ديك رومي. سيادتك لازم تنشر الوصفه دي في الجرايد. في ريحة أول ما تشمها ترجعك سنين لورا، ريحة الطبيخ اللي كان يطلع من مطبخ والدتك، ريحة الكمون والسمنة البلدي، ريحة النعناع وهو بيغلي على البوتاجاز القديم، ريحة الطهر واللمة والونس. احنا مش بس هنعمل أكل، احنا هنفتح درج الذكريات ونغرف من حواديت الطفولة ونرش بهارات الونس. وعلى رف النملية كانت الحكايات متخزنة جنب البهارات، كل رف عليه ذكرى وكل برطمان له حكاية. ومن أول صورة حلة المحشي وهي بتغلي على البوتاجاز لآخر عجينة بتتفرد بإيد طيبة، صاحبة محتوى على رف النملية اللي من سنين وهي بتطبخ لكم الذكرى بالصورة بس، كانت دايما بتحكي من غير ما تتكلم، لكن المرة دي قررت تحكي لكم مش بس تطبخ. والنهاردة في حكايات من الزمن الجميل ومعاكم الصوت اتولد من الصورة. لأول مرة على رف النملية هتسمعوا الحكاية بصوت صاحبتها. استنونا في حلقة مميزة من الزمن الجميل وبصوت قلبه طالع من المطبخ واصل لكل القلوب اللي بتحب الزمن الجميل. انت اتعلمت الطبيخ ده ازاي؟ اولا الطبيخ ده نفس شخصيه، وانت احلى شخصية. ثانيا انا ما كنتش اقدر افارق امك ثانيه واحده، كنت دايما في ديلها. امك كانت قويه طبيخ.